أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين أن تحمي لي جنيني وتحفظه بحفظك اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحيمي أنت الذي لا تضيء ودائعك يا الله اللهم احفظ جنيني واحميه وأمسكه أن يسقط وأتم حمله على خير اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عماد أمسك ما في رحيمي وأتمم له على خير اللهم صوره في أحسن صورة ونجيه من كل تشويه ومرض اللهم يسر حمله وولادته ورضاعته وتربيته واجعله مطيعا لربه برا بوالديه متعاونا مع إخواته نافعا لأمته دخرا للإسلام والمسلمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العدل اليقين لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير اللهم اكتب له طول العمر وحسن العمل وسعة الرزق وسعادة الدارين اللهم ارزقه جمال الخلق والخلق وقوة الدين والبدن وسعادة الدنيا والآخرة لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته سبحان الله خضوعا لعظمته اللهم يا نور السماوات والأرض ويا عماد السماوات والأرض ويا جبار السماوات والأرض ويا ديان السماوات والأرض ويا وارث السماوات والأرض ويا ملك السماوات والأرض ويا عظيم السماوات والأرض ويا عالم السماوات والأرض ويا قيوم السماوات والأرض يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة احفظ لي جنيني بحفظك اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها قرابي وتغفر بها ذنوبي وتحفظ بها جنيني وتصلح بها أمري وتغني بها فقري وتذهب بها شري وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقامي وتقضي بها ديني وتجلو بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين اللهم إليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فيسر أمري وثبت حملي واقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا هادي لمن أضللت ولا معتي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا باسط لما قبضت ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت يسر أمري وخفف عني اللهم أنت الحليم
فلا تعجل وأنت الجواد فلا تبخل وأنت العزيز فلا تزال وأنت المنيع فلا ترام وأنت المجير فلا تضام وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرم سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي ولا تجازيني بقبيح عملي ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك ولا تخيبني وأنا أرجوك اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة ارحمني برحمتك اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها يا خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إني أسألك مسألة البائس الفقير وأدعوك دعاء المفتقير الذليل لا تجعلني بدعائك ربي شقية وكن بي رؤوفا رحيما يا أكرم المعطين يا رب العالمين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل أعصمني من فتان الدنيا ووفقني لما تحب وترضي وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تضلني بعد أن هديتني وكن لي عونا ومعينا وحافظا وناصرا اللهم إنك وهبت لي جنيني من غير حول مني ولا قوة فاحفظه بحفظك بلا حول مني ولا قوة اللهم احفظه من أي مكروه يصيبه ومن كل شر وضرار اللهم احفظه من الأسقام والأمراض اللهم لا تجعل لابتلائي فيه اللهم اجعل حياته سعيدة وأجره من الفتان ما ظهر منها وما باطن اللهم اجعله من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا ومن أسعدهم حياة وأرغديهم عيشة اللهم أغنيه بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ربي كما حفظت كتابك إلى يوم الدين احفظه من الشيطان الرجيم رب ارزقه سبحة الأخيار وخصال الأطهار وتوكل عليك يا قادر يا جبار ربي أبعد عنه أمراض القلوب والأبدان وبلغني فيه غاية أمالي بحولك وقوتك يا كريم يا منان ربي متعني ببره في حياتي وأسعدني بدعائه بعد مماتي وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم احفظ جنيني بحفظك وتمم حملي على خير واجعله من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين اللهم جنبه الفواحش والمحن والزلازل والفتان ما ظهر منها وما باطن اللهم جنبه الزنا واللواط والخمار والمهزرات
اللهم سلمه من العلال والآفات اللهم سلمه من شر الأشرار أناء الليل وأطراف النهار واهديه لما تحبه واغفر له يا غفار اللهم لا تزغ قلبه بعد إذ هديته وهب له من لدنك رحمة وهيئ له من أمره رشدا اللهم اجعله في حفظك وكنافك وأمانك وجوارك وعيازك وحزبيك وهرزيك ولطفيك وستريك من كل شيطان وإنس وجنس وباغ وحاسد ومن كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير اللهم سلمه من العلال والآفات والأوباء اللهم سلمه من شر الأشرار أناء الليل وأطراف النهار واغفر له يا غفار والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ما خلق وبرأ وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتان الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن اللهم احفظه بحفظك والهمه رشده واجعله برا تقيا بصيرا سامعا مطيعا لك ولأوليائك محب ناصح ولأعدائك مبغض اللهم اشدد به أصدي وأقيم أودي وقصر عدادي وزين به محضاري وحيي به ذكري وأكفيني به في غيبتي وأعني به على حاجتي واجعله عونا لي برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم احفظه بحفظك وألهمه رشده واجعله برا تقيا بصيرا سامعا مطيعا لك ولأوليائك محب ناصح ولأعدائك مبغض اللهم اشدد به أضدي وأقم أودي وكسر عدادي وزين به محضاري وأحيي به ذكري واكفيني به في غيباتي وأعني به على حاجتي واجعله عونا لي وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين